إن أردنا التكلم عن العلاقات الكردية العربية السابقة فهي لها أمثلة لا تعد ولا تحصى، والتي تعد نموذجا للعلاقة المشتركة بين الكرد والعرب. فالعامل المشترك هو الدين والفكر والتكاتف والتلاحم وحتى النضال وحتى العلاقة الاجتماعية. أيضا يعد الزواج هو العامل الأساسي المشترك بين المكونات، بين المكون العربي وبين المكون الكردي، وهذا الموضوع يشهد سابقها وحاضرها أيضا في عالم تتعدد فيه القوميات والأفكار وحتى البيئة. ولعلنا نلاحظ أن هذا الترابط الأسري والتكاتف المجتمعي بين العرب والكرد يكون من نشأته الأطفال الذين يتكلمون اللغة الكردية والعربية، فهذا يعني أعظم مثال للتكاتف والتعايش المشترك رغم تعدد القوميات، وهذا كله نتيجة الفكر الإسلامي المعتدل والذي حدث عنه الله عز وجل: يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. ولعل علاقتنا نحن مع الأكراد بشكل عام في حديثها هو العلاقة ضمن حي الشيخ مقصود بشكل خاص، هذا الحي الذي أقطن فيه منذ بداية هذه الأزمة السورية. ما علمنا فلان كردي أو فلان عربي، كلنا يد واحدة، وقفنا على الجبهات يد واحدة، الكردي بجانب العربي، للدفاع عن الوطن وعن العرض وعن الشرف وعن الدين وعن الكرامة وعن الحرية. ما دخلت التفرقة أبدا فيما بيننا، ولكن العدو دأب ومنذ العهد القديم على عنده أمر فرق تسد، فإن كانت التفرقة بالنسبة لهم هي سبيل السيادة وإن كانت داخلية فنحن بإذنه تعالى لن نتفرق أبدا، لأننا أصحاب فكر حر، أصحاب عيش مشترك، أصحاب عقيدة، أصحاب دين معتدل، لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا نفرق بين مكوناتنا أبدا الحاضرة فيما بيننا. ولعل سوريا ديمقراطية، يعني أعظم مثال ما نشهده في مكوناته سوريا ديمقراطية، والذي يكون من مكوناته العربي والكردي والسورياني والآشوري ومن كافة المكونات، وقد حقق نجاحات باهرة بسبب ماذا؟ بسبب التكاتف، بسبب العيش المشترك، بسبب المحبة التي فيما بينهم. وبإذنه تعالى ستتحرر البلاد من ظلم هؤلاء الفسقة، ستتحرر بالمحبة وبالتكاتف وبالتعاضد وبأخوة الشعوب والعيش المشترك.